نعود للتنزيل في سلسلة الطاقم المثالي، السلسلة المميزة جدا والحصرية على قناة CP9. بعد أن أكملنا إقصائية الصفات واللي فاز فيها طاقم الجيال، ثم إقصائية القوة واللي فاز فيها طاقم السيافين، تبقى لنا إقصائية الانتماء وإقصائيات المظهر. بالنسبة لإقصائية الانتماء قد أكملنا سابقا النصف الأول من الطواقم، وتبقى فقط النصف الثاني. ولتسريع وتيرة التنزيل سنشكل طاقمين في كل مقطع، أي أنه في خلال 4 مقاطع فقط سنكون قد أنهينا تشكيل الطواقم 16 لإقصائيات الانتماء. إذا نبدأ الآن مع الطاقم الأول. بما أننا نتكلم عن الانتماء فما كان منا إلا اختيار طاقم الحكومة. إذا يا سادة قد جمعنا لكم طاقم يتكون من أقوى وأشهر الشخصيات داخل الحكومة، والبداية ستكون مع المتهور. متهور طاقم الحكومة سيكون ماجيلان. أعتقد أنه اختيار موفق وأحد أقوى المتهورين في تاريخ السلسلة. ما راح نطول كثير وننتقل للعضو القادم واللي هي الفتاة. بعد تفكير طويل وقع الاختيار على ستوسي، أحد أعضاء CP0. لماذا ستوسي بالضبط؟ لا تسألني، من الآخر يكفي أنه عضو ضمن المنظمة الاستخباراتية الأقوى CP0 داخل الحكومة. ننتقل الآن للمقاتل. هذا الدور يعتبر حساس داخل الطاقم، فنحن نتكلم عن المقاتل الرئيسي، لذلك ما كان منا إلا اختيار أقوى سلاح للحكومة وهو منصب الأدميرال. بالتحديد اخترنا لكم الثور الأخضر. أعتقد أنه أحسن وأفضل اختيار، كون الأدميرالات أقوى أسلحة الحكومة، فطبيعي يكون مقاتل الطاقم أدميرال. جميل. ننتقل الآن للاستراتيجي. أظن أن أغلبكم قد توقع من سيكون. أجل، إنه روم لوتشي واللي من المتوقع أن يكون قائد لأقوى منظمة استخباراتية في الحكومة واللي هي CP0. يتمتع بحنكة كبيرة جدا، فهو استراتيجي عبقري في مجاله، ناهيك على قوته المحترمة، لذلك اخترته ليكون استراتيجي الطاقم. نتوجه الآن للسياف. حسنا، إذا قلنا لكم نريد أقوى سياف لدى الحكومة فمن سيكون؟ أجل، إنه دراكول ميهوك واللي كانت شيبوكاي سابق تحت لواء الحكومة وشارك في حرب ألمانيا 4. سيكون أفضل وأحسن اختيار لتدعيم قوة هذا الطاقم حتى ينافس الطاقم المضاد له وهو طاقم القراصنة. أخيرا وصلنا لمثلث القوة، القائد ونوابه. نبدأ بالنائب الثاني. وقع الاختيار على شخصية جديدة وهي كونغ. أجل يا سادة، كونغ واللي يشغل منصب القائد العام لمنظمة الحكومة العالمية، منصب عالي جدا وحساس يستحق من خلاله أن يكون النائب الثاني داخل الطاقم. ننتقل للنائب الأول. صراحة يلزمنا شخصية قوية جدا، وما كان منا إلا اختيار بطل البحرية مونكي دي غارب. فلطالما كان غارب الورقة الرابحة للحكومة، كيف لا وهو من قام بحماية التنريوبي في حادثة الجود فالي وفكك الروكس بمساعدة روجر طبعا، وبالتالي فإن غارب يستحق بجدارة أن يكون النائب الأول في الطاقم. أخيرا وصلنا للقائد، القوة الضاربة. مهلا اللحظة، إذا كان غارب النائب الأول وكونغ النائب الثاني والمقاتل أدميرال البحرية، فمن سيكون القائد بحق الجحيم؟ جهزوا أنفسكم، لأن قائد طاقم الحكومة ببساطة سيكون آمو ساما، قائد الحكومة نفسه. أعتقد أنها واضحة جدا، قائد طاقم الحكومة سيكون قائد الحكومة في الواقع واللي هو آمو. نعم يا سادة، آمو اللي يعتبر ملك العالم الذي يصدر في الخفاء أوامر يتلقاها الجروسي وتتوزع على بقية منظمات الحكومة العالمية. أعتقد أن آمو هو أحسن وأفضل اختيار لتولي قيادة هذا الطاقم. إذن يا سادة قد تم تشكيل طاقم الحكومة، وهؤلاء هم أفراده. طاقم قوي، طاقم جبار، طاقم مخيف، وطاقم يضرب له 1000 حساب. بسرعة البرق ننتقل الآن للطاقم التالي وهو طاقم الموتى. البداية بالمتهور. إذا سألتكم عن أشهر متهور في قصة وان بيس ببساطة سيكون الجواب بورتوغاس دي اس. ما صدقت بعد؟ كيف لقي حتفه؟ ألم يكن بسبب تهوره حين قرر الوقوف في وجه أكاينو وهناك لقى حتفه؟ لذلك أعتقد أن اس هو أفضل اختيار في هذه المجموعة. ننتقل الآن للفتاة. الاختيارات هنا كانت قليلة جدا، لذلك ما كان منا إلا اختيار مونيت. أجل، على الأقل مونيت تمتلك فكرة شيطان قوية من نوع لوكيا وهي الثلج. أعتقد أنها مناسبة لهذا الطاقم وأفضل اختيار بين كل الموتى
من جانب النساء. ننتقل الآن للمقاتل. عندما نتكلم عن المقاتل الرئيسي للطاقم فنحن نعتمد على أمران مهمان. الأول أن يكون ذو هجوم قوي، والثاني أن يكون ذو دفاع قوي. لذلك اختيار اليوم سيكون غريب نوعا ما، لأن صاحبه عجوز وهو كوروزومي سيميمارو. أجل، والسبب هو دفاعه. فهو يا سادة المستخدم الأول لفكرة الحاجز ليستخدمها الآن بارتولوميو، أحد قادة أسطول لوفي العظيم. فأعتقد أن طاقم الموتى قد ضمن فعلا نقطة المرحلة بالراحة، لأنه ببساطة لا يمكن لأي كان خصمه من هزيمته. ننتقل الآن للاستراتيجي. الاختيار هنا وقع على بيدرو. أجل، بيدرو واللي يعتبر من قبيلة المينغ، أي أننا نتكلم هنا عن طور السولونغ وبالتالي قوة أكبر. غير هذا فهو يمتلك مهارات استراتيجية محترمة، شخص ذكي وتحسه رزين جدا وعامل 1000 حساب لكل خطوة يقوم بها، وبالتالي ما كان منا إلا جعله استراتيجي الطاقم. نمر الآن للسياف. إذا قلت لكم أقوى سياف ميت، الإجابات ستنحصر بين كل من روجر، أودين وريوما. لكن شخص واحد فقط من بينهم يمتلك لقب يخوله أن يأخذ منصب سياف الطاقم بجدارة، وهو شيموتسوكي ريوما. والسبب أنه لقب بإله السيافين، شخصية غنية عن كل تعريف وتستحق بالراحة أن تكون سياف هذا الطاقم. ننتقل الآن لمثلث القوة، القائد ونوابه، والبداية ستكون بالنائب الثاني. وقع الاختيار على كوزوكي أودين. أما النائب الأول فهو اللحية البيضاء، أما القائد فسيكون غول دي روجر. مهلا يا سيبنا، شو هالسرعة، زربت علينا شوية. مثلث القوة أفصحت عنه دفعة واحدة، القائد روجر، وسبب أن إعدامه كان شرارة بداية عصر القراصنة الجديد. أما النائب الأول فقال للقائد لا تعرف شيء، فقد مات واقفا حتى. أما النائب الثاني فالجميع يعرف قصته مع قدر الزيت المغلي وغدرة كايدو له، وبالتالي قد اكتمل تشكيل طاقم الموتى. وهؤلاء يا سادة هم أفراده. طاقم قوي، طاقم عتيد، طاقم ولد من جديد، طاقم تشم فيه رائحة الموت، طاقم إن لله وإن إليه راجعون. إذا نعود لإقصائية الانتماء ونضع اسم الطاقمين الذين تم تشكيلهما اليوم، وهم طاقم الحكومة وطاقم الموتى. أعطونا اقتراحاتكم لبقية الطواقم القادمة لإكمال تشكيل الطواقم والانتقال لمرحلة المواجهات المباشرة، مرحلة الإقصائيات. إلى ذلك الحين قائد الأسطول يحييكم. سيا.